السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناتي ام زياد وجنى كل حياتي. متنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة لو لسه مش مشتركة، وتفعل زر الاشتراك عشان يوصلك كل فيديو جديد. ويلا بينا على الفيديو النهارده فيديو جميل جدا، فيديو محفز وجميل هيعجبكم باذن الله. النهارده هنعمل صنفين من الاكل، هنعمل جمبري صينية، وهنعمل كمان سمك اسمه سمك شرباي. السمك الشرباي دوت اللي هو السمك اللي بيطير في البحر. تمام، انا اول مرة اجربه واول مرة اعمله واول مرة كمان اشوفه، يعني يمكن كنت شفته زمان وانا صغيرة بس ما كنتش باكله، ما كنتش عارفه بيتعمل ازاي. فالطريقه دي انا عملتها النهارده عند حماتي وحبيت اشارك وياكم الفيديو. بس ما تنسونوش بقى باللايك والشير والكومنت، وتشجعوني كده في الكومنتات وتقولوا لي رايكم بقى في فيديو النهارده ورايكم في السمك بتاع النهارده. الطريقه ديت صح ولا ايه بالظبط؟ انا عملتها النهارده بالطريقه ديت على طريقه حماتي، هي قالت لي النهارده الطريقه دي بتتعمل كده. زي ما انتوا شفتوا هي سمكه جايه لي ببعضها، متقطعه تقطيع، وانا يا دوبك ظبطتها، يعني يا دوبك قطعت نفس التقطيعه بتاعتها، يعني هي متقطعه مفصلين العظم بتاع السمك عن بعضه. انا يا دوبك ظبطتها وغسلتها، بس ما عملتش فيها اكتر من كده. قطعت التقطيع بتاعتي اللي انا عايزاه، يعني على التقطيعه بتاعته تمام كده. اول حاجه غسلت الجمبري زي ما انا بغسله زي كل مره، تمام، وصفيته وسبته نشف خالص، وجبت حله تانية حله كده نضيفه على النار، وبدات ان انشف الجمبري بتاعي عشان ايه؟ انزل الميه بتاعته. تمام كده. السمك انا سايباه في ميه زي ما انتوا شفتوه من شويه، والجمبري اهوت هبدا فيه باول حاجه يا دوبك بس انشفه بس كده على النار في حله او في صينيه او في مقلايه اللي انتوا عايزينه. وبدات جبت الصينيه بتاعتي علشان ابدا في صينيه السمك بتاعتي. تمام. السمك دوت بياخد سويه، ده على كلامهم هما بيقولوا، يعني أنا صراحة مش عارفة، أول مرة أجربه فما كنتش عارفة صراحة، يعني أنا شايفاه عمال أقول لهم زي سمك الغطيان، تمام، اللي هو السمك الأبيض بتاعنا. فقالوا لا هياخد سوية أكتر، فأنا عملته يعتبر المفروض يتعمل ني في ني، فأنا عملته بالطريقة ديت، يعني نص على طريقتهم ونص على طريقتي. إن أنا الأول أديلهم تشويحة، الأول البصلة مع فصين التوم أشوحهم الأول مع شوية الزيت، وبعدين أنزل بالطماطم بتاعتي. لا هي كانت عايزة ني في ني، البصلة مع التوم مع ملح وفلفل وكمون والشطة، وأقلبهم كلهم مع بعض والطماطم، وبعدين انزل بالسمك واسيبه يسبك شويه على النار وادخله الفرن. لكن انا الطريقه ديت انا عملتها بطريقتي انا، يعني نفس الطريقه ديت بس انا يا دوبك عملته على النار، يعني نفس طريقته بس عملته على النار. حطيت الملح والفلفل والكمون، تمام، حطيتهم كده اهوت على النار مع شويه البقدونس. هي قالت لي حطي بقدونس وانا كنت كده كده لا حاطه كزبره، حطيتش بقدونس، حاطه كزبره خضراء مقطعاها وشويه نعناع. هي صراحه انا تقولي لا نعناع لا والكلام ده كله بتحطش فيه نعناع، فانا حطيت نعناع. بس بصراحه هي دقته بالطريقه بتاعتي ديت قالت لي لا جميله حلو، ما قالتليش حاجه فيه. طبعا زي ما انتم شايفين هي ليها زي اجنحه كده مش فاهمه لها، الراس بتاعتها كبيره تحس ليها اجنحه كده، فانا قطعتها كمان، يعني هو الراجل مقطعها بس مش فاصلها عن بعضها، فانا مسكتها وقطعتها شويه كمان عشان ايه تستوي معايا، وبحيث كل ما اخد واحد يعني حد ياخد منها حته تبقى الحته يعني متساويه، ما يكونش حته كبيره، تمام، يعرف ياكل فيها. تمام، انا ظبطتها وحطيتها اهوت كله ني في ني زي ما هي عامله. انا يا دوبك ما اديتلهاش غلوه ولا اي حاجه، حطيت نزلت بالطماطم بتاعتي وظبطت العيار بتاعي اللي هو المظبوط. الطماطم كانت مسبكه، يعني ببعضها، ما كانت معصوره ببعضها، انا زودتها بس شويه ميه لان كانت تقيله. وظبطت الملح والفلفل وكمون، تمام، وحطيت شويه شطه بس انا كانت الكاميرا مقفوله، حطيت شويه شطه صغيرين، وظبطت الملح بتاعي وسبتها تغلي بقى على مهلها على على النار، تمام. سبتها تمام كده والدنيا بقت تمام في صينيه السمك. رصيت السمك بتاعي على الطماطم وهي كانت لسه ما غلتش على النار، تمام كده. انتوا ماشيين معايا واحده واحده عشان ما نتلخبطش. والصينيه التانية هي هبدا بقى ايه في الجمبري. طبعا الجمبري انا عاملاه معاكم لسه قريب، كنت لسه منزل لكم فيديو قريب وهنشارك برضك معاكم في الفيديو ده كمان. البصليه بتاعتي اهيت شوحتها كمان مع شويه الزيت مع فصين توم، تمام كده. وبدات ان انا ايه، انا يا دوبك بشوح بس، يعني شوح يعني ايه، يعني يا دوبك بس تدبل كده على على النار، وابدا على طول انزل بالطماطم بتاعتي. انا ما بكترش اكتر من كده زي ما انتوا شايفين. طبعا إيه التتبيله بتاعت البصله ما بدك ما تحمرش،
معلكوا طول الصينيه اتحرقت او حاجه، لقيت الصينيه ما اتحرقتش، كمان كنت معليه النار وعايزه انجز في الوقت، فانا كنت معليه النار، فهي بس اخدت لون بس اصفر، بس هو البصله زي ما انتم شايفين زي ما هي، ما حصلهاش اي حاجه. وحاطه الزيت بتاعي مظبوط، ماهوش قليل الزيت ولا حاجه، عشان ما حدش يقول لي ايه انت مقلله الزيت، لا الزيت كان مظبوط. حطيت على البصله ملح وفلفل وكمون شويه شطه، هنا ما كنتش حطيت الكمون، كنت نسيته، حطيت الكمون بعد ما فصلت الكاميرا، افتكرت ان انا ما حطيتش الكمون، فقمت رجعت وحطيته. تمام، يبقى برضو هنا الجمبري حاطه فيها كمون، ملح وفلفل وكمون وشطه ونعناع. وهنزل دلوقتي كمان بالخضره بتاعتي اللي انا غسلاها ونقعاها، مصفياها سوري، وهبدا اقلبهم كلهم مع بعض، يا دوبك تقليبه كده بس، وهنزل على طول بالطماطم بتاعتي اهو. هنزل على طول، معلش سوري انا بصور اليومين دول بايد واحده بالكاميرا، مش حاطه لي على الستاند ولا حاجه، لان الستاند عندي اتكسر، فبستخدم على طول التليفون ماسكاه في ايد والايد التانية شغاله بيها، فاعذروني معلش ان انا بصور والكاميرا بتتهز معاكم. نص جنة كانت بتمسكهولي ونص التاني انا كنت بمسكه. تمام، حطيت الطماطم، تمام، والتوابل عندي متظبطه، يدخل بس في الغلوان ويغلي كده غلوتين، هبدا انزل الجمبري بتاعي. طبعا الجمبري اول ما انا ما سلقتوش سوري، انا يعني نشفته كده على النار، بس سبته بقى يصفى من الميه اللي كانت نازله منه، ما باخدوش بميته، لا انا بصفيه في مصفى. اول ما بيصفى الميه اللي في قلبه بقوم على طول نازله على طول على على الطماطم بتاعتي اللي استنبكت في الصينيه. صينيه الجمبري بقت جاهزه، حطيت الملح والفلفل وكمون وشويه الشطه وشويه النعناع، تمام، وظبطي بقى العمل، هتلاقي الدنيا بسم الله ما شاء الله عليها. صينيه السمك مظبوطه وصينيه الجمبري عندي مظبوطه، ومشغله الفرن علشان اول ما صينيه السمك تبدا خلاص تتسبك هدخلها على طول الفرن. هقلبها كده تقلبتين واتاكد ان الصوص بتاع الطماطم مظبوط والدنيا تمام، اهو دخل على طول الفرن. هنا صينيه السمك بوريها لكم، خلاص هي دخلت في السوي بسم الله ما شاء الله عليها، يعني كنت مفكرها تاخد سويه زي ما ماما بيقولوا، لا هي بصراحه الفص بتاعها كان جميل جدا وطعمها حلو وما اخدتش وقت، استوت بسرعه. يدوبك العيار اللي انا كنت مظبطاه وحطاه يدوبك هو شربها، وسبت فيها بس فيها حبه دمعه شويه صغيرين ودخلتها الفرن. شغلت بس الشوايه، ما شغلتش الفرن من تحت، الصينيتين شغلت الشوايه. وهنا الرز بتاعي زي ما انتوا بتشوفوني على طول بعمل الرز ازاي، طريقته سهله جدا، انا ما عملتش اي حاجه، انا عاملاه رز عادي ابيض مش عاملاه بشعريه. واول حاجه صينيه السمك بتاعتي خرجت اهي في منتهى الجمال وريحه جميله جدا، بصراحه كنت اول مره اعملها وعجبتهم واتبسطوا منها. متنسوش بقى تحطوا لي بقى لايك كبير جدا، وتشجعوني في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم في سمك الشربيه انتوا بتعملوه بالطريقه ولا لا. دي اسمها السمكه اللي هي بتطير في البحر. تمام، وده صينيه الجمبري بتاعتي، انا مش منشفاها، انا سايبه برضو في قلبها بصله وطماطم، علشان اللي عايز يغمس تعرفوا تاكلوا بيها وتغمسوا صح. تمام كده، وده الاكل غرفناه اهوت مع الرز الابيض بتاعنا. وكنت عملت سلطه بس طبعا ما عرفتش اصورها لكم، كنت عملتها بعدها. تمام، وقدمت الاكل اهوت وعجب الكل اللي اكل منها، والف هنا على قلبكم وعلى قلبنا. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، واشوفكم في رعايه الله، بس متنسوش بقى باللايك والشير والكومنت، واشوفكم في رعايه الله، مع السلامه.